أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ. يتجدد بكم اللقاء في موضوع جديد، وإن شاء الله اليوم حنتحدث في موضوع أساسي وموضوع هام جدا يجعل حياتنا أكثر استقرارا وأكثر استقامة. بمقدار تماسك الأسرة وبمقدار استقرار الأسرة وبمقدار صلاح الأسرة تستقيم النظر إلى الحياة، وبالتالي تنشأ علاقات اجتماعية سليمة، ينشأ مجتمع متعاون متآلف متعاون. طيب، نتحدث اليوم في موضوع من أجل حياة أسرية مستقرة. كيف تكون حياتنا متماسكة؟ كيف نجعل حياتنا أفراد الأسرة متماسكين، وبالتالي حينعكس هذا التماسك في المجتمع بأثره. نبدأ عوامل كثيرة بتأثر في تماسك الأسرة. إن شاء الله حنبدأ في الجزء الأول من حلقتنا نتكلم في موضوع العوامل الداخلية. ما هي الأسباب الداخلية اللي تجعل الأسرة متماسكة، تجعل الأسرة متعاونة، تجعل الأسرة متوافقة، متكافلة، متآذرة، متصالحة فيما بينها. نأتي أولا بالموضوع الأساسي، وهو يعتبر الأساس اللي من أجل بنية هذه الأسرة، من الأساس الهدف الأساسي اللي من أجل تكونت هذه الأسرة. فإذا كان الهدف الأساسي أنه أنا هدفي من الحياة الزوجية، هدفي من إنشاء هذه الأسرة التي تمثل جزء في المجتمع، أنه أنا أكون جزء مساهم في صلاح هذا المجتمع، أنا أخرج أبناء صالحين يكون لهم دور في المجتمع. فوضوح الهدف والهدف النبيل الذي من أجله أنا أسست هذه الأسرة هو يعتبر أهم العوامل اللي تجعل الأسرة متماسكة. حتى في الحياة العامة، في إنشاء المشاريع، في الشركات، في المؤسسات، إذا كان صاحب هذه الشركة، صاحب هذه المؤسسة عنده رؤية واضحة، هدف واحد واضح جدا لماذا أسس هذا المشروع، وبالتالي حيسعى جاهدا حتى ينجح الهدف من أجل إنشاء هذا المشروع. بنفس المقدار وبنفس الفهم وبنفس القدر من الاهتمام هي الأسرة نفسها. طيب، أنا ما هو هدفي من تكوين هذه الأسرة، وبناء عليه تكون إلى أي مدى هذه الأسرة متماسكة. نأتي للعنصر الثاني اللي هو التفاهم والتوافق والانسجام بين الزوجين، لأنه نحن كشركاء في هذه الأسرة أو في هذه الشركة التي تمثل في شكل الأسرة. نحن الزوج والزوجة، الأب والأم، يكون همهم وتوافقهم واجتهادهم ويدعو كل السبل وكل الأسس اللي تجعل هذه الشركة هذا يحقق الهدف اللي من أجله كون هذه الشركة. العنصر الثاني اللي هو الشعور بالمسؤولية والالتزام والرضا تجاه هذه المسؤولية. يعني بمعنى بما أنه كل واحد مننا عنده دور في إطار هذه الأسرة، القيام بمسؤولية اتجاه الأسرة تجعل الأسرة متماسكة. كل واحد عنده دور معين، كل واحد عنده جانب معين يقوم به داخل هذه الأسرة. ليس فقط أن نتحمل مسؤولية، لكن الرضا وأنا أتحمل هذه المسؤولية والالتزام بتنفيذ المسؤولية تجاه أعضاء الأسرة. مثلا أحيانا تجد أنه الأم وهي تحمل مسؤولية تجاه بيتها، تجاه أبنائها، تربيتها لأبنائها، أحيانا تكون هي غير راضية، متضجرة، تقول أنا عمري كله جالسة أخدم، عمري كله جالسة إلى متى؟ فده دليل على أنه طيب معناها الرؤية غير واضحة، معناها أنا تحمل المسؤولية كأم ما عندها زمن صلاحية معينة ولا عندها مدة محددة أنا حأكون لا بمزاجي، أنا والله تحمل المسؤولية لحد 5-6 سنوات. طيب، هل الأبناء رعايتنا أو تربيتنا أو مسؤوليتنا تجاه أبنائنا هل لها زمن محدد؟ بمعنى أنه صحيح هي تختلف طريقة المسؤولية من مرحلة لمرحلة. أنا تحمل المسؤولية ورعايتي وتربيتي لابني في الفترة اللي هم الطفولة المبكرة غير مرحلة المراهقة، غير أنه يصبح شاب. ففي كل مرحلة
لي دور معين أنا أديه. فبمعنى إنه نحن تحملنا المسؤولية ونتحمل مسؤولية إحنا راضين عنها، وبالمقابل أحيانا حتى تجد إنه الزوج يعني ليس فقط هي الأم يعني أو هي الزوجة اللي هي دائما تكون يجب عليها أن تكون هي متحمل مسؤولية برضا، لا. طيب حتى الزوج يعني هو يتحمل مسؤولية تجاه أبنائه، ما يكون دائما يتلفظ بألفاظ أنا طفشت منكم، أنتم تعبتوني وكذا يعني. فنحن هذه الأشياء اللي تجعل الأسرة متماسكة، تجعل الأسرة يكون بيناتها المودة والرحمة والثقة المتبادلة، التآلف والتناصح من خلال هذا التعامل. نقطة أخرى ثانية اللي هي التخلص من الوسائل اللي هي التربية الناشئة، اللي هي من أنماط التنشئة الخاطئة. يعني أنا يمكن في لقاء وأن أثناء ما كنت أتحدث عادة في كل برنامج أو في كل حلقة، يعني بعمل في شكل مقابلات مبسطة جدا مع الأخوة والأخوات اللي إحنا عايشين يعني ممكن في بيئات مختلفة. فكان واحد من الأخوة هو يعيش في أمريكا، فكان يقول لي نحن يا دكتورة مشكلة اللي هو التفكك الأسري، ظاهرة الطلاق وكذا، نتيجة للمفاهيم الخاطئة في عملية التنشئة. يعني يكون الشاب أو الرجل هو نشأ مثلا في إريتريا وعنده نظرته أو نظرة يعني مثلا كيف تكون تعامله مع زوجته، وتكون الزوجة جاءت من بيئة مختلفة. اختلاف الثقافات واختلاف المفاهيم في عملية التنشئة وأحيانا يكون فيها مفاهيم خاطئة، واحدة من العوامل اللي تجعل الأسرة غير متماسكة، لأن أنا نظرتي للأمور مختلفة. فبالتالي هذه تكون هي سبب في الصراع، سبب في الخلافات، سبب في المشاكل المتكررة، وفي النهاية بتسبب ضغوط للطرفين يعني. فلا بد أن يكون إحنا مرجعيتنا هو زي ما ذكرت في البداية، الهدف الأساسي المرجعية اللي ربطتني أنا وزوجي هو الكتاب والسنة. فيبقى إنه أي مفاهيم هي يعني ما تخضع أو هي مخالفة للقرآن والسنة، يبقى إنه هي من مجتمع بعد التقاليد لابد أن نتخلص منها من أجل المحافظة ومن أجل السلامة الأسرة واستقرارها. عامل آخر اللي هو مسألة الغياب المستمر من إحدى الطرفين، إذا كان الوالد أو الوالدة، اللي هو ذكرناه في الحلقات السابقة، الأب الحاضر الغائب والأم الحاضرة الغائبة. بمعنى أنه أنا من أجل تماسك الأسرة لابد أن يكون عندي وقت أجلس مع أبنائي، يكون عندي وقت خاص للأسرة نتناقش في أمور الأسرة، يكون في مجال أن أنا أكون حضوريا وليس فقط أنا مجرد يعني اسم أنا مثلا أكون موجودة لكن وقت كله للآخرين. هذه واحدة من النقاط، واحدة من العوامل، واحدة من المواضيع اللي تجعل الأسرة غير متماسكة. العنصر آخر اللي هو موضوع بر الوالدين. بر الوالدين بمعنى نحن أحيانا كأسرة نحن نتحدث التماسك الأسري في الأسرة اللي هي النووية، الأسرة الصغيرة اللي تتكون من الزوج والزوجة اللي هم الأب والأم والأبناء. الأسرة الممتدة كذلك الأب والأم، الجد والجدة والأخوة والأخوة، الخال والخالة والعمة والعم. فيعني واحدة من أسباب اللي تجعل الأسرة متماسكة نحن نبر بوالدينا، ويكون برنا بوالدينا السبب في تماسكنا، في تعاوننا، في يعني تكون المودة والرحمة بيننا. أحيانا تجد أنه في سن متأخر بالنسبة للوالدين يكون هم نشأوا في بيئة معينة، عندهم بعض المفاهيم، عندهم بعض العادات. تجد أنه الابن مجرد ما هو أصبح في هو عصر العولمة، عصر التكنولوجيا، يكون هو يعيب على والدين ويقول لا أنت من زمن كذا، هذا نظام قديم. لا، نحن يعني في هذا العمر ما نستطيع أن نغير مفاهيم الوالدين ولا حتى نجعلهم هم يكون نظرتهم بنفس يعني نظرتنا إحنا للأمور. نحن نتقبلهم في هذا السن ونتعاون معهم ونقوم بما أمرنا الله تجاه والدينا. فهذه من النقاط الهامة جدا، من الأسباب الرئيسية اللي تجعل الأسرة متماسكة. نأتي لعنصر آخر اللي هو المساواة بين الأبناء والعدل بينهما. سبحان الله، أحيانا يعني تجد أنه التفرقة في تربيتنا لأبنائنا، تجد أنه الوالدين يميلوا لأحد الأبناء، يعني إذا كان هذا الابن هو أكثر برا بهم، إذا كان الابن يتميز ببعض المميزات، أو أحيانا تجد الابن هو مثلا يتحمل مسؤولية من وقت مبكر، هاجر وهو يعول الأسرة، تجد أن في ميول من الوالدين تجاه هذا الابن.
فيفضلوه على الآخرين يعني. وتجي نلاحظها في بعض الكلمات، في بعض الشعور يعني أحيانا يكون ظاهر أمام الأبناء الآخرين، أنت ما نافع لابنهم الثاني، أو أنت ما منك فائدة، أو كذا أو كذا. فتجد أنه طيب هذا الابن شعوره اتجاه الأسرة، كون أنه أخوه الأكبر أو أي كان مرتبة الأخ أو الأخت اللي هي متحمل المسؤولية، فهذا بتجعل يعني عدم العدل والمساواة بين الأبناء حقيقة بتشكل مشكلة كبيرة، وتأثر في تماسك الأسرة وتعاونها وارتباطها ببعض البعض. نأتي لنقطة أخرى اللي هي الشعور بالأمان وعدم الخوف والانتماء للأسرة والثقة المتبادلة. فأنا تستحضرني قصة، كان في شاب ويحكي القصة الشاب نفسه، ويقول أنا لما كنت عمري حوالي 9 سنوات، ما بين 9 إلى 8 سنوات، يقول إنه كان لابس لبس معين ويلعب مع أصدقائه، وهو يعاني من التأتأة، هو أصلا عنده مشكلة كانت. فيقول إنه هو يعني واحد من الجيران اللي هو يقول هو عمي، هو صديق أبوه، يقول أول ما شاف يقول له أنت يعني إيش من لبس لابسه، بدأ هو يستهزأ به أمام الآخرين، يعني اللي هو أمام أبناء الحي أو أبناء الجيران. فالطفل يتحس بالشعور يعني بالدونية، شعر بإحساس غير مريح. فعلى طول قال يحكي، هو يقول أنا بكيت، ويعني بسرعة يعني راح لأبوه اللي هو والده ويحكي له القصة، يقول له أنا حصل لي كذا من جارنا عمنا الفلاني. للأسف الأب يقول له لا عادي، ما هو في مقام أبوك. فيقول أنا شعرت بالقبن، شعرت بعدم ثقة، شعرت بالإحباط، كيف إن أبوي ما ينتصر لحقي. فهذه واحدة من الأشياء، عدم الشعور بالأمان. الابن إذا الأم والأب ما يشعرون بالأمان، ما يشعرون ببيئة الآمنة، فبالتالي يؤثر في تماسكنا الداخلي. فهذه كلها من العوامل اللي ذكرناها. إذا كان الشاب الآن عمره كم 30 سنة وهو يحكي القصة بتفاصيلها، يبقى إنه نحن إذا أردنا حقيقة نجعل هذه الأسرة متماسكة، لابد أنه نطبق كل ما يعني يجب علينا من حقوق وواجبات يعني أمرنا الله بها، مسؤوليتنا تجاه أسرتنا. وهذه كانت العوامل الداخلية اللي تتعلق بترابط الأسرة، بتماسكها، بتعاونها. إن شاء الله نختم لقائنا نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله الحلقة القادمة حتكون في موضوع العوامل الخارجية. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل